بيجي يعني ايه على بالك اول ما بتسمع كلمه ان الواحد يلاقي نفسه بالنسبه لك؟ لما شفتها في الصحافة، أنا متعود أشوف أي حاجة كده في حاجة أتأملها كويس، فبصيت لها كويس، ما كنتش عارف إن إحنا هنقعد مع بعض أنا وأنت، فسألت ألاقي نفسي أي نفسي فيهم. حلو. يا ترى وأنا عيل صغير، يا ترى وأنا مراهق، يا ترى وأنا ببدأ حياتي الشغل والعمل والكفاح والحاجات دي كلها، يا ترى وأنا أب، يا ترى وأنا أم يا ترى وأنا زوج، أي نفسي في دول مش عارف. أنا فيا صفات ما يبقى تبقى تبع نفسي برضو. يا ترى الواد الجدع ولا الواد اللي مش جدع، ولا الواد الشقي ولا الواد المؤدب أحيانا، وده نادرا لما بتحصل حاجة فمش عارف نفسي مين، إيه نفسي إيه اللي جوه يعني. الحقيقيه قوي. فإذا كانت النفس هي ذات الإنسان، إذن هي صفاته، لأن الإنسان مجموعة صفات. صح. فإذا أنا ما أعرفش أجاوب، لأن أنا ما أعرفش صفاتي. صفاتي بتعرفها زوجتي كزوج، بنتي كأب، صاحبي كصاحب، زميلي في الشغل أو الناس اللي بتتابع شغلي كمشاهد للشغل. هي دي صفاتي. يعني يقدروا يقولوا ده صاحب جدع، لا مش جدع، ده زوج كويس، لا مش زوج كويس، ده أب كويس. كلها حاجات مرتبطة باللي حواليا، صح. جزء فما من اقدرش تكوين احكم عليه. النفس انما هو ما نفسي يراك انا يعني الناس نفسي شايفاك ازاي، بس كمان جزء من نفسنا احنا شايفين نفسنا ازاي بشكل مجرد تماما بعيدا عن انه يعني يبقى مطابق للي الناس شايفاك بيه. هو ده بقى اوقات الناس بيحصل عندها التصالح، واوقات بيحصل خناقه، انه ممكن يبقى حد شايفك بحاجه بس انت من جوه قوي قوي حاسس انه ده مش انت، او هم قارينك غلط. بصي بقى، انا هعمل لك الحكايه دي بطريقه غريبه شويه. قول لي. كل من يستطيع ان يقرأني فهو صح، لانه هكذا هو رآني في لحظه ما، في موقف ما. عشان كده الواحد لازم ياخد باله من كل موقف هو بيتعامل فيه، لان ممكن انت، انا افتكر مره كنت في الشارع مع واحد صاحبي، وكنت بدات التلفزيون والشهره وكنت ناسي، فكنت بهزر معاه وقلنا الفاظ من الشقاوه بتاعت الرجاله دي. في واحده ست معديه كده فسمعتني انا بقول اللفظ ده، فانا مش ناسي ابدا الحكايه دي، بقى لها اكتر من يمكن 20 سنه. مش ناسي ان الست دي مشيت بانطباع خلاص، يعني خلاص ثبت عندها الانطباع، مهما عملتي فيها بقى، مهما سويتي ولا تعلم، لانه لا ممكن طبعا حاجه ثانيه تغير، حاجه طبعاً. ثالثه تغير. فبالتالي اي حد يشوفني انا ما بعترضش عليه، يعني ما بعترضش على شافني ازاي ولا رايه فيا ازاي ولا اي حاجه خالص. انما لو هو تكرم وقال لي وحاجه افادتني اصلح نفسي، اصلح نفسي. فعشان كده انا بقول لك العباره ايه، اصلح ايه؟ نفسي. يبقى انا طول ما انا ماشي مع نفسي دي عمالين نتخانق، بتعمل حاجات غلط نصلح، وبتعمل حاجات مش عارف ايه، وبتعمل حاجات بتعمل ايه بقى؟ يعني عمليه الصلح دي او عمليه الحوار مع النفس، وانك تعمل مراجعات لنفسك، بتعملها ازاي؟